انتهاء لقاء الزمالك وفاركو. لقاء مش عارف هو ده في ماتش بجد ولا يعني. انا حاسس ان الخطه اللي جروس قالها للعيبه، احنا هنلعب النهارده مباراه تمام، انتوا هتحاولوا تجروا الناحيه دي وهم هيجوا الناحيه دي بس، والشوط الثاني هنبدل فهم هيجروا الناحيه دي وانتوا تجروا الناحيه دي بس. هو ده يعني جروس، ولا تعليمات ولا لعب ولا باص ولا تكتيكات ولا اي حاجه خالص. انت بتتفرج على لعب عشوائي، فرقه بتهجم هنا فرقه بتهجم هنا، حتى الجون جه عشوائي، هوب جت في رجليه جت جون. ما عندكش غير لاعب واحد في الارض النهارده اللي كان بيلعب كويس جدا جدا جدا، هو محمود جهاد. محمود جهاد لاعب رائع جدا، وما اعرفش ليه خد الطرد. انا ما اعرفش يعني التانية دي انذار ليه، بيجري وراه وراح اداله انذار تاني عشان يطرده. طب طرد ليه؟ هو كده والله حضرتك ليه؟ اصل هو بيلعب معلوم ماتشين حلوين فاحنا هنطرده. فهمشي بعد كده اوزع انذارات. هدي انذار لعواد عشان بيتاخر ثانيتين، مع ان التاني كان بيتاخر شيكا بيقع في الارض من اول الماتش عادي ما فيش قال لها، بس هدي عواد انذار. لكن اللقاء ما فيش خالص، ما فيش قياده من بره نهائيا. طب حضرتك قاعد بره ليه يا جروس؟ انا مدرب جايبني كده اصل ما لقوش حد فرحوا جايبني معاه. خير يعني. هو ده حصيله الدوري المصري حاليا، او حصيله اللي بيحصل مع الزمالك. مفيش مدرب، واعتقد ان المدرب هيمشي. يعني هو في كلام مع ميكالي، في كلام مع كذا واحد تاني، واعتقد ان جروس حاسس بالحوار دوت، فعشان كده ما بيأديش حاجه. قال لك يعني ايه، نخلص بس المصلحه والنحتاج اللي عندنا دي وبعد كده ما نشوف الموضوع، لكن انا مش هكمل. فعشان كده هم بيدوروا على حد تاني، واكيد الاخبار وصلت له لان المجلس اكيد مخترق وبيخرج اي خبر، وبيخرج خبر ان هم عايزين يتعاقدوا مع ده ومع ده ومع ده. فاحنا نكمل الموضوع ونمشي. لكن النهارده زمالك ما فيش زمالك خالص، ما فيش. زي اللقاء اللي فات بالظبط، الزمالك كسب ولكن ما فيش لعب. انا بجمع 3 بونت على الفاضي بجد والله. انا من نوعيه الناس لما بحب اتفرج على مطوشه بحب يكون في اداء قبل المكسب. طب في مكسب ماشي كسبت اهلا وسهلا، بس فرحتي بالاداء مش موجوده. مفيش اداء خالص. فانا مش فاهم. آه الصفقات الجديده المفروض، الصفقتين الجداد هيلعبوا من اول الماتش الجاي ده المفروض في واحد النهارده كان على الدك. طب انت ليه ما نزلتوش بعد ما اضطرد جهاد؟ راح منزل محمد محمود. الواد نازل مهزوز، انا ما اعرفش بجد. محمد محمود كان من المواهب اللي المفروض عندك، الواد نازل مهزوز ومش عارف يلعب كوره. محمد شحاته من اللاعبين الرائعين اللي بتحطهم في اي مكان يسد. حطيته باك يمين يسد، حطيته خط نص يسد، حطيته رقم 6 يسد، حطيته رقم 8 يسد. لعيب كويس جدا. زيزو مش لاقي نفسه لان معهوش فرقه. خلينا واضحين، زيزو مش لاقي نفسه في الارض ومش عارف يعمل حاجه لان معهوش فرقه. لو معاه فرقه هتلاقي الكلام اتغير، لكن هو مش لاقي، مفيش حد بيساعده ولا يمين ولا شمال مع غيابات. عبد الله السعيد، ناصر ماهر، احمد حمدي، الناس اللي هي بتشغلك في خط النص غابت. مفيش زمالك، ودي كارثه. دي كارثه ان لما لاعب واحد عندك يغيب ما تلاقيش حد يشغل الفرقه قدام. فدي كارثه. ارجو الحل، ارجو ان انتوا تشوفوا مدير فني، لان اللي موجود ده ما بيعملش اي حاجه ومش هيعمل حاجه.